دي اوليفيا الممثلة المشهورة جدا، بتخلص تصوير وبتتنكر وبتروح لحبيبها البيت وبتتقمص عشان مراته بترن وهو بيخونها وبتزعل وبتقول له خليها تنفعك. وده انطونيو، اول لما تشوفه تحس ان هو غني بس هو مش غني، وشغال سايس في جراج فندق فخم جدا. بيروح يجيب ابنه ماركو من المدرسة لحد ما امه تخلص شغل وتيجي تاخده، وبيتصدم لما بيشوف كين السباك في البيت ومفيش راجل جوه، وبيقول لامه هاتي سباك شاطر بدل ما كل يومين في حاجة بايظة، وان العم كين ده راجل عجوز على قده وبيكون هيجيب حد تبعه، بس بتعترف له ان مفيش حاجه بايظه وبتقول له كله زي الفل بس انا بتلكك عشان اشوفه. وبيقول لها هو مش بيتكلم اسباني وانت مش بتعرفي انجليزي، فبتتكلموا ازاي؟ قالت له اللي بيننا مش محتاج كلام. الله يخرب بيتك يا تيتا. وبتيجي مراته تاخد ابنها ماركو وبيقول لها زعلانه ليه، وبتقول له ان عليها 12580 دولار ومش عارفه تتصرف فيهم. قال لها خلاص هنزل شغل تاني ونحل كل حاجه سوا، بس بتقول له ريح نفسك انا بحب واحد تاني اسمه روني السمسار. وبيقول لها طب وانا؟ قالت له هو معاه هبقى معاه، انت مش معاك مين هيبقى معاه؟ وبتاخد الحيله وبتسيبه حزين. بيكون بيشتري حاجات وخلص ومروح، وبتطلب من السواق انه يوصلها. وانطونيو بيشوف اعلان روني وبيلبس في العربيه اللي هتوصل اوليفيا، بس مش بيحصل له حاجه، والصحفي بيكون صورهم. بيروح يصلح العجله، ودي العجلاتي ناتالي وهي بتدافع على حقوق المراه وتقول لك المراه ملزمه ومش ملزمه عشان كده هي متطلقه. وبتتصدم اوليفيا لما بتشوف صورتها مع المليونير فينيست ومعاهم انطونيو، وبيكون الصحفي كاتب انهم بيحبوا بعض جدا، وبيحاول يوضح لمراته انه ملهوش علاقه بالموضوع، وبيلبسها لانطونيو وبيقول لها انا ابص لغيرك انا ده مستحيل، وبيقول للمحامي اتصرف دي مجنونه وممكن تطلقني وترميني بره الشركه عشان الشركه بتاعت ابوها. والمحامي بيروح لانطونيو عشان يصاحبه على اوليفيا عشان محدش يقول ان فينيست ليه علاقه بيها وان دي تبعه هو، انما ده غلبان جدا. وبيقول له الممثله المشهوره اوليفيا هتخرج معايا انا وكمان هتمثلوا انكم بتحبوا بعض. قال له يا جدع ما تهزرش، انت عاوزني انا انطونيو السايس ولا في انطونيو تاني؟ والانطونيوهات دخلوا في بعض. قال له مش بس كده كمان هتبوسك. اتصدم وقال له طب هدفع كام؟ رد عليه هو انت حيلتك حاجه، انت اللي هتاخد فلوس. بيضحك وبيقول له ده برنامج اديني عقلك ده ولا ايه؟ فين الكاميرات؟ بس بعدها بيستغلوا الفرصه وبيطلب ال 12000 دولار، وبيتصدم فينيست من المبلغ بس بيقول له ماشي. بيروح لاوليفيا وبيفهمها هتعمل ايه، وبتكون رايحه لانطونيو الشغل وبتعرف ان في 3 عربيات بيراقبوها، وبتروح له بكل دلع وبتعمل فضيحه على الماشي. والصحفيين مصدومين وبيصوروا، وكل اللي واقفين مصدومين وبيتفرجوا، وزمايله مصدومين ومش عارفين ينطقوا. وبتستأذن مديره انها تاخده تاكله وترجعه له تاني. بيوصلوا المطعم وبتقول للصحفيين ان هو سايس وان ده كيفها. بيكون مستغرب اضواء النجوميه والشهره، وبتقول له ضحكني بسرعه. قال لها اعمل ايه يعني؟ وبتضحك ضحكه تسمع الشارع كله، وبيبص لها بنظره مالها بنت الهبله دي. وبيطلبوا الاكل من الويتر بس بتقول له كنت حلو وانت ساكت يا ريت ما تتكلمش تاني. وبيروح يغسل ايده والناس بيفتكروه الويتر، وبيطلبوا منه ميه بيبقى محرج وبيديهم ميه. وبيفضح اوليفيا قدام الصحفيين والزباين وقدام ال 120 واحد اللي بيراقبوها، وبتقول له انت مزاولني بشنبك ده. وبيخلصوا اكل وبترجعوا الشغل تاني، وزمايله بيتصوروا معاه عشان بقي مشهور. ومديره بيقول له انت ازاي ضحكتها؟ ده انت مرزوع في وشي كل يوم ودمك تقيل وعمرك ما ضحكتني. والسباك بيديها الفاتوره وبيقول لها لو وسعت النشاط ضمين. ومرات انطونيو مش مصدقه اللي بيحصل، وبتقول لابنها هو مستحيل يعمل كده. قال لها بجد لو ابويا اتجوزها هبقى فرحان جدا. وبتاخد انطونيو في الحفله بتاعت فيلمها الجديد، وبيكون حلق لها شنبه عشان يعجبها. بيدخلوا الفيلم وبيكون كل حاجه من غير فلوس، فبيخلص على الفشار والبسكوت كله، وبيقول لها بضاعه رخيصه وصاحبها مغفل عادي. وبيقابلوا كاسران وجوزها فينسنت، وبتلقح عليها بالكلام وبتسالها عن ارتباطها بانطونيو عشان لسه شاكه في جوزها. وبتيجي المساعده بتاعتها تنقذ الموقف، وبتاخدها على الحمام، وبيروح فينيست يتاسف لها وبيقول لها هي مراتي على الورق اما انت حبيبتي. والمساعده بتلاقي الحب غرق الحمامات وبتحاول تخلع. قالت لها لا هيجرجرني للرذيله وانا بحبها استني شويه. وبتقول له يا انا يا هي عشان تاخدني لازم تسيبها، لكن تاخدنا احنا الاثنين ده ايه الجحود ده؟ والمساعده بتقول لها طب انا ايه وضعي في العلاقه دي؟ عاوز امشي. وبتقول له انت معاك كل حاجه بس مش هتشتري خاطري بكلمتين. وبتروح له كاسري وبتقول له هديلك كل الفلوس اللي انت عاوزها بس تفهمني ايه اللي بيحصل. قال لها اوليفيا مش بتاعت مظاهر زيك وما تقلليش من حبنا لبعض، انت شاكه في جوزك ده شيء يخصك احنا مالنا. وبيروح لاوليفيا وبتكون مش حاسه بنفسها عشان شربت كتير، وبياخدها وبيخرجوا من المطبخ عشان الصحافه والكاميرات مغرقه الدنيا بره، والطباخين بيحتفلوا بانطونيو عشان هو فقير زيهم، وبيحس انه مشهور وبيفرح جدا. وبياخدها على البيت عشان ما يعرفش بيتها. وبتصحى تاني يوم بتقول له انت عملت فيا ايه؟ قال لها انت هتستهبلي ولا ايه؟ انا نايم بهدومي. وبيخرجوا بره بس بيتصدموا ان العيله كلها بره، وبيفضلوا ياكلوها عشان هي بالنسبه لهم جايه من مجاعه، وبتكون مستغربه الموقف عشان مش متعوده على الجو الاسري، بس بتكون مفتقده ده جدا. وبتيجي مرات انطونيو وبتتصدم لما بتشوف اوليفيا عندهم. قالت له معلش والله ما اعرفش ان
عندكم ضيوف. بيدخل الاوضه بيكون زعلان جدا، وبتروح له اوليفيا وبيقول لها كنت بحاول ارجع لمراتي بس بعد ما شافتك الدنيا باظت اكتر. قالت له سيبها هتكلمها، وفعلا بتبعت له رساله انها عاوزاه يمضي على الورق بتاع المدرسه. واوليفيا بتقول له لا يا معلم مفيش لا رحله ولا نيله، هي بتلعب. وبيروح يقول لها فين الورق اللي هيتمضي؟ قالت له مفيش ورق، رقم غلط يا عماد. وبتسيبه وتمشي، وبيفرح وبيحس انها غيرانه عليه، وبيدوها اكل تاكله في البيت عشان تتغذى، وبيتصوروا وبتقول له انها مبسوطه جدا. وبيكون في واحد بيراقبها تبع كاسري، وفي واحد بيراقب المراقب اللي تبع كاسري من الجهاز اللي حطوه له في العربيه. وبتروح سانست الممثله المشهوره لانطونيو وبتقول له لو ليك في الكيرلي تعالى على حجري. والفيلم بتاع اوليفيا بيكسر الدنيا وترشح لجائزه الاوسكار. بتفرح جدا وبتحاول تحتفل مع المساعده بتاعتها، بس بتكون في عيد ميلاده مش فاضيه. بتكلم صاحبتها بس بتقول لها انها مسافره، وبتكلم فينيست وبتقول له كل حاجه حلمنا بيها سوا بتتحقق. مش بيهتم، بيقول لها كنت فين امبارح. بتدخل مراته وبتساله بتكلم مين، قال لها حد مش مهم، وبتزعل جدا عشان ملهاش حد. وتاني يوم بتكون العيله كلها في المسرح بيشوفوا ابن انطونيو، وبتكون مراته مع حبيبها بس نفسها تجري في حضنه. وبتيجي اوليفيا تتفرج على الطفل النابغه، وعم كين بينتهز الفرصه بس ام انطونيو ما بتضعفش من جماله. وبعد ما المسرحيه بتخلص بيروحوا ياكلوا، وبيسالوا اوليفيا ايه عجبك في انطونيو؟ قالت لهم انه محترم وشخصيته حلوه ووسيم، والصفرة قاعده ورا بتاكل في نفسها. واخيرا عم كين بيلاقي حد يترجم له، بيكلم بنته بلغه عشان تترجمها لغه تانية، وانطونيو بيترجم لها الكلام بلغه ثالثه. كل ده عشان يقول لها انت جميله النهارده، علاقه مكانها دار المسنين. وبتفرح جدا وبتقول لانطونيو يقول لبنته شكرا يا عم بس بطل لعب وما تشدش شعرها تاني. وبيقوموا يرقصوا بس بيقول لها انت عندك المفاصل بايظه بالراحه على نفسك. وبيشوف ناتالي اللي بتصلح له العجله، وبيسلموا على بعض بس بتكون رايحه لاصحابها، وبتقول له هتوحشني يا قمر. ايوه يا انطونيو يا جامد. وبيروح الحمام وبتكون مراته مستنياه بره، وبتقول له جوزي حبيبي. قال لها طب وروني ايه وضعه؟ قالت له لا هو حبيبي انت جوزي عادي. وبتقول له ايه مش هتسيب اوليفيا عشاني؟ قال لها اصلا مفيش اي حاجه بينا، وانا بعمل المصلحه دي عشان اسدد الفلوس اللي عليكي. وبتقول له يعني الدنيا امان، طب سلام عشان روني حبيبي بينادي. بعد كده بياخدوا العجله وبيطلعوا يتمشوا شويه، ولما بيروحوا الحاجه بتقول له في اتنين معاهم كاميرا في البيت اللي قصادهم، وبتقول له ان الاتنين دول تبع فينيست عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل بينا. فبتقول له تعالى نمثل ان في بينا حاجه عشان تشوفوا هيغير ولا لا. وبيمثلوا الدور بشكل جامد. بعد كده بتقول له انها ملهاش حد ولا بتشوف عيلتها، وبتتمنى انها تحب انطونيو بس بيقول لها لا انا مرتبط. قالت له طب دي ميزه مش عيب. تاني يوم بيكون فرحان جدا عشان هيقابل مراته، وبتقول له انت تمام بس انا مش تمام، دور على حد تمام عشان اللي بينا مستحيل يكون تمام. وبيروح البيت وهو زعلان جدا، وبتساله اوليفيا مالك؟ قال لها كله تمام بس بيحكي لها انها مش عاجبها شغلي وعاوزه واحد غني. وبتقول له انت زعلان عشان سابتك ليه؟ ده انت جامد ولازم تبقى مع حد يقدرك. وبتحاول تصالحه بس بيتعصب عليها وبيغلط فيها، وبتتكلم معاه بس بيقول لها خلاص كل حاجه انتهت. وبتكون زعلانه جدا. بيلاقي العجله اتسرقت وده اللي باقي منها. بيروح فينسنت يضربه عشان الفيديو اللي رجالته صوروه، وبيروح الشغل وهو مضروب ومسروق. بيشوف صوره روني وبيفتكر الخازوق، وبيركب اتوبيس عليه صوره اوليفيا، والمحامي بيروح يعتذر له وبيديله شيك ب 25,000 دولار اكتر من المبلغ اللي كان عاوزه. وامه بتجيلها ازمه قلبيه وبتموت، وبيطلع يتكلم عنها وهو زعلان جدا، ويقول لهم امي دايما كانت تقول لي الدنيا زي الخياره، يوم في ايدك ويوم في السلطه. وبعد فتره بيرجع الشغل وبيشوف فينيست وبيديله المفتاح بكل تكبر، وبيكون مستغرب ازاي اوليفيا بتحب واحد زي ده، وبيروح يعتذر لها على اللي حصل، وبيحاول يقنعها تبعد عن فينيست بس بتقول له حاولت كتير بس ما عرفتش. قال لها سيب الحوار ده عليا. بعد شويه بتضعف وبتروح لفينيست البيت وهي متنكره، بس بيكون ده انطونيو وبيقول له اوعى القطر يا عم الحاج. وبيقول له امي دايما كانت تقول لي هز ولا ماشي خلاص اجمد خد كلم. وبيكلم مراته وبتقول له ما هيك شاطر وبتخوني. قال لها لا اوعي تفهمي غلط، دول عاوزين يدمروا علاقتنا. وبتقول له على فكره انا عارفه الفلوس اللي هربتها بره بس هعرف اجيبها وكل حاجه هترجع لي. قال لها يا حبيبتي دي مجرد ممثله تعبانه وما فيهاش حته مليانه، وما يعرفش ان اوليفيا جنبها بس بتقول له هاي ازيك. قال لها اخيرا هنعيش مع بعض خلاص انا هسيبها عشانك. قالت له ده عنده ماشي. قالت له لا عشاني ولا عشانك، لو راجل تفضل مكانك. وبيقول لها ايه اللي غسل دماغك؟ انطونيو قال له روح شطفها. لا اسلك كده قصده على دماغه. والمشكله بتاعت ناتالي اتحلت ومش هيقفلوا المحل بتاعها، والمشروع اللي كان هيتبني في المكان ده اتلغى تقريبا، ده اللي كان هيعمله فينيست. وبيتقبض على فينيست عشان اختلس فلوس كتير من الشركه. وبيروح انطونيو لناتالي وبيقول لها ده اللي باقي من العجله، وبتشاور له على الجزء الثاني وبتقول له حلو كده على فكره انا اشتريتها لك من الحرامي. وبيقول لها طب اشتريتيها بكام؟ قالت له هم سندوتشين وظبطوا الدنيا. قال لها خلاص هجيب لك فلوسهم لما اجي. وبعد ما بيمشي بيلاحظ انها قالت له كده عشان يعزمها على الغداء، وبيكون عاوز يرجع يقول لها طب يلا بينا، بس هو لو ما انتهزش الفرصه
شخص هيبقى غبي. عجلاتي عجلاتي، هو حد لاقي؟ وبعد شويه بيكون مع واحده بس مش عارف دي اوليفيا ولا ناتالي، بس بتكون علاقتهم جامده، بس هي اجمل. لو تعرف دي انهي اكتب لي في الكومنتات وهثبت اكتر كومنت عليه لايكات. كده الفيلم يكون خلص. تابعني واعمل لايك وكومنت عشان بجد ده اللي بيخليني اكمل. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.